الطريقة دي فعلا فرقت معايا جدا، ربنا يبارك لصاحبة الفكرة، بجد عجبتني وطلعت روعة. هتجيبي القرنبيطة تحطيها سليمة زي ما هي كده في الحلة، بس طبعا تغسليها كويس جدا وتتأكدي من نظافتها قبل ما تسلقيها. هننزل بيها في الحلة سليمة زي ما هي كده، وهننزل عليها برشة ملح ورشة من الكمون. هنديها نص سوا، ما تسويهاش سوا كامل. الخطوة دي مهمة جدا عشان ما تبقاش معجنة معاكي، حتى لو بتعمليها بالطريقة المعتادة بتاعتنا برضك ما تخليهاش تاخد سوا كامل عشان تطلع معاكي كده مقرمشة وما تطلعش معجنة. بعد ما سلقناها هنجيب بقى بولة هننزل فيها بكوباية من الدقيق، وعليها رشة من الملح، رشة من الكمون، رشة من الكزبرة، رشة من الكركم، وشوية من البيكنج باودر، وطبعا شوية من الفلفل الأسود. معلقة صغيرة كده اهي حطيتها من البيكنج باودر. وبعد كده هنحط معلقة كبيرة من النشا، ونحط بيضة، وهننزل بالمية بتاعتنا. المية تكون دافية، ما تكونش سخنة بتغلي ولا حاجة، دافية بسيط. وهنقلب الكلام ده كله كويس جدا بالطريقة دي كده. هنزود المية لحد ما نوصل للقوام اللي هوريهولك دلوقتي. ده القوام كده المناسب. ناخد بقى القرنبيطة هنقطعها. معلش بقى على الصوت اللي جاي من الشارع برا، بعتذر جدا. هنقطعها بقى بالمنظر ده بعروشها بكله. بصي دي بس اللي احنا شلناها منها الراس. هناخد بقى الكلام ده كله كده، وهنجيب الخلطة بتاعتنا بتاعت الدقيق، هننزل عليها بشوية كده من الخضرة، وهننزل بالقرنبيط اللي قطعناه. قلبي بقى المكونات كلها مع بعض كده، وتعالي اتفرجي بقى على الجمال. اوريكي هنعمل ايه. هنقليها، بس هنقليها زي الطعمية كده، تاخدي بالمعلقة وتنزلي بيها في الطاسة. هنا بقى لا هيظهر عروش ولا هيظهر اي حاجة، الاولاد هياكلوها كاملة. في بعض الاسر اولادهم بياكلوا الزهرة من بره، وبيرموا العروش لما بتعمليها سليمة. بالطريقة دي بقى أولادي كانوا بيعملوا برضك نفس الطريقة دي كده. لما جربت الطريقة دي عجبتهم جدا، وبقوا ياكلوها كاملة على بعضها كده، غير بقى ان طعمها رائع. جربيها هتعجبك جدا. بصي بقى عاملة ازاي، ومقرمشة من بره وطرية من جوه، علشان النشا وعشان البيكنج باودر. رهيبة رهيبة بمعنى الكلمة. شايفة اصلا منظرها عامل ازاي. تجنن. ساندوتش بقى، ومش قادرة اوصفلك طعمها حكاية. هستنى رأيكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسيش تعملي شير لأي أم بتعاني من قصة العروق بتاعة القرنبيط. بس